أحمل الحكومة السابقة طول النفس اللي استخدمتها مع ما يسمى بهذه ساحات الاعتصام، وهي ساحات الذل والخيانة، واللي كانت موتعا لداعش وجذب لداعش، وسنة كاملة هي تتحمل مسؤولية ما حصل وليس ما قامت به القوات. كانت تسمى القوات الشيعية أو جيش المالكي، أوافض العملاء، جيش الصفوي. تريدون أن تقولون، ولكن يا أبا مو احنا جايين نسولف. دكتور عبد الرزاق، جايين نسولف. دع الرجل يكمل ثم سأعود إليك أيضا. بعدين ما كتب. الحمد لله والشكر، أنا عضو مجلس نواب وما عاد كتب. أمريكا لم تسلمنا السلطة. لا تقول ساحات الذلة والتراب. اسمع وياك، أتحدث وياك. لأن هناك فرق في الصوت. زين. احنا أمريكا ما سلمتنا السلطة. نحن لنا الشرف بمقاتلة نظام صدام المقبور وحزب البعث الخائن العميل، هذا الحزب الماسوني. وأمريكا جاءت إلى العراق وفق مخطط الهيمنة والسيطرة، قاتلناهم في البصرة، وقاتلناهم في الناصرية، وقاتلناهم في الديوانية. اسمع خليني أقول لك. اسمع من أتحدث أنا أنت تسكت. من أتحدث أنا تسكت. يتحدث الشعب، أنت وأمثالك يجب أن يسكت. ولكن أمريكا أسيادة الشيطان الأكبر كما وصفهم الإمام الخميني، دخلوا إلى صلاح الدين والأنبار اتفاق ما بينهم من دون أي طاقة. على السماع والاستماع. تشبيه. عبد الرزاق جاي يتحدث وياك. اتفق شبه بينك وبين محمد سعيد الصحافة والعلوج. انت اعرض نفسك على طبيب نفساني. لازم تطلع بالتلفزيون تتحمل مهانة. ليش انهان؟ انت اسمع لما تتحدث. انت اسمع. يا عصابات داعش، ايها الارهابي، ايها المقتول القضاء العراقي، اتحداك ان تاتي الى بغداد. ايها المتسكع. دكتور عبد الرزاق اسكت. دكتور عبد الرزاق، انت الايراني، دكتور عبد الرزاق، انت الصفوي، انت المجوسي، يا اخذ التوصيفات والكلام يعني. وانت المخبول، وانت المتهور، وانت الداعشي، وانت المهزوم، يعني فقط. دكتور عبد الرزاق، انت رجل اكاديمي. يا دكتور عبد الرزاق، انت رجل اكاديمي، يعني حتى تطلب دائما حصتك اكاديمي. اسمح لي بثواني. بثواني دكتور عبد الرزاق، بثواني. نريد الناس ان تفهم ايضا. دكتور عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق، الصورة فقط، الصورة من فضلك، الصورة لي. دكتور عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق، صورة الانسحاب، الصورة. دكتور عبد الرزاق. طبعا هو انسحب، راح يمكن الطبيب بيطري، ولا مو معقول هذا يعني هذا صار دوشه كمان رساله. سبحان الله، يا ضيف يجي الا يرزلي الله يرتاح. هسه رجال كبير مكان ما هذا، روح البس لك دجاجه مخططه، واخذ لك فت 5 بيضات وست قراص وباكتين رشاد، واطلع مشي لابو حنيفه. هم احسن لك، لا العلي العظيم ما عندك شيء، روح بالبيت اسقي الحديقه.